بسم الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صباح الخير ولا مساء الخير، إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله راكم بخير. اليوم إن شاء الله التقينا في هذه الوصفة البسيطة اللي هي وصفة الكغاتان تاع السلق مع البطاطا، بطاطا مقلية. الوغ فوالا مع الفوائد تاع السلق. الوغ فوالا كي نهضروا على السلق، بون السلق أنا كي نشريه البنات عندي ربطة هنا السلق نكونجليها ياك، غير نجيبو لازم نقيه هكذاك هو جديد، كلكو فوا كي نبطا عليه على بالك بلي يفسد. الوغ عندي ربطة السلق كونجلي مقطعة ومنقية وكامل، وعندي قليل من الدجاج، ربع صدر تاع دجاج، كفتة تاع دجاج هذه مليحية. عندي واحد الخمس سنة توم، عندي اون طوماط فريش، عندي نص ملعقة نتاع طماطم مصبرة، عندي فلفل اسود وكمون توابل، وعندي ملح اكيد، وعندي قليل من الزيت. الوغ فوالا طونديسكو انا الكفتة تاعي وفوالا، وعندي بطاطا، وعندي زوج حبات بيض ياك. دوك نفهم كيفاش نديروها البطاطا، يعني نقيها ونقليها فقط. فوالا الوغ في الكاسرونه تاعي ولا في طنيجره ولا نحط مع هذاك السلق اللي كان كونجلي لو بولي كونجلي تاعي، حطيت ملعقه تاع زيت، حطيت هذيك نصف ملعقه تاع طماطم مصبره، وحطيت التوابل اللي هي فلفل اسود والكمون، غطيتهم وحطيتهم على نار قليله فريمون قليله باش يذوب لي شويه هذاك السلق مع البولي الكفته. فوالا حكمت لاطاس، حطيت فيها هذيك الطوماط فخاش، انا درتها بقشورها عادي، كنت برك غسلتها مليح. فوالا مع هذوك السنينه تاع الثوم، ورحيت بالبغا لو بغا بلونجون هذا رحيت به، رحيت رجعتها اون بيغي. فوالا عاودت ريبرونيت هذيك الكاسرونه ديالي ولا المقله تاعي اللي طيبت فيها انا، هاو بدا يذوب السلق. فوالا هاني نزيد له هنايا هذيك لا بيغي تاع لا طوماط فخاش اللي رحيتها مع السنينات تاع الثوم، ونخلط كل شيء نغطيها ونحطها على نار متوسطة حتى فوالا حتى السلق هذاك يذوب والدجاج هذاك ثاني يتحل الكفتة هذيك. فوالا يعني هي واش راح يطيب فيها كيما حنا نقولوا الماء تاع لا طوماط برك ينشف، والماء تاع السلق هذا ما فيهاش حاجة كبيرة. فوالا ويمكن الاستغناء كذلك يعني على الدجاج، يعني نقدروا ما نديروهش كامل، نديرو غير السلق ولا طوماط. فوالا كانت البطاطا انا يعني نقيتها وقليتها عادي يعني بهذه نزقت عارفها بلا واحد ما يوريها ما يفكر بها. فوالا حطيتها في صحن، حطيت معاها هذيك الكفتة اللي طيبتها مع السلق مع الطوماط. فوالا زدت لها حبة ولاد الدجاج، حبة واحدة ياك، قد كسرتها وحطيتها معاهم مع الخليط، خلطت كلش ودرت في الصحن تاع اللي يدخل الفرن. فوالا انا الصحن بلا ما دهنتو باسكو راهو فيه الزيت والبطاطا مغليه. فوالا في الكاسرونه هذيك اللي كنت طيبت فيها كنت غسلتها انايا، حطيت فيها ملعقه واحده تاع زيت وزوج ملاعق تاع فرينه باش نبريباري اون بتيت بيشاميل ياك، باش ندير بيشاميل بلا ما ندير الجبن وكامل، انا شويه اونتي جبن كما يقولوا، اونتي فروماج. حطيتهم يتحمصوا فوق الفرن نار متوسطة. فوالا هكذا حتى تبدا لا فارين هذيك تاخذ اون كولور ياك، لازم الفرينه تاعي طيب. كي طيب لي الفرينه ما تنسجم سوا مع الزيت فورمي كوم اون كريم، نزيد لهم كاس حليب، نضيفو غير بشويه حتى نتحصل على كريمه. فوالا هاي الكريمه اللي تحصلت عليها صوص مورني ما فيهاش ريحه الفرينه باسكو كنت حمصتها مليح. فوالا هنايا كي تبرد تماما نزيد لها حبه بيض. هنا اللي يحب يزيد الفرomاج يزيد، انا مانيش راح نزيد فرomاج هنايا، ننجمو نزيدو فرomاج. فوالا هاي اللي حطيتها من الفوق. فوالا وحطيتها في الفرن، فرن متوسط تاع 180 درجه 150 درجه ماكسيموم، 5 دقائق من تحت اسمها تنشف هذيك البيضه برك اللي درتها مع السلق ونزيد نشعلها 5 دقائق من الفوق لاكغي. فوالا هاي اللي كي جبتها. فوالا هاوليك لو غراتان تاعي واجد يعني ساهل ماهل كيما يقولون نديروه لا ديرنيير سكوند. فوالا ما نقطعوهش هنايا حتى يبرد، يعني فريمون عنده ذوق جد 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 رائع، ننصحكم به ونقول لكم ان شاء الله اذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بيان سور بالدعم والجيم والكومونتير، ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم، سلام.